الظاهر إن العالم بيتطور من جميع الجوانب، ومن ضمن تطوراته كانت المخدرات الرقمية. وقبل ما نتعمق أكثر اسمح لي أعرفك بمراحل المخدرات. جاهز يا خبير تعرف أغلب مكونات المخدرات جت منين؟ المفاجأة إنها من الأخضر المزروع في اليابس. في سنة 200 قبل الميلاد اتعرف معنى كلمة كحول أو الخمرة، وبدأ ينتشر ليها مسميات كتير زي الفودكا والويسكي والنبيذ وغيرهم، وكلهم أنواع مختلفة. بس أنسب وصف للكحول هو الخمرة، لأن الخميرة هي اللي بتحلل السكر فيه بعد ما الحبوب بتتنقع في المية والسكر والجلوكوز. هنا بيتحول لكحول إيثيلي وثاني أكسيد الكربون. ولو هنتكلم بشكل علمي فجزء واحد من الجلوكوز بيتحول لجزئين من الإيثانول وجزئين من ثاني أكسيد الكربون، وده ملخص عملية التخمر. وكل ما تزود عملية التخطير كل ما الكحول هيبقى نقي، لأن العملية عبارة عن تبخير الإيثانول وجمع البخار في زجاجة، ونسبة الكحول في الأصل اللي هي الإيثانول معتمدة على نسبة السكر. يعني عندك الشعير بعد عملية التخمر بقى بيرة شعير، ولو عملنا عملية التقطير هيبقى ويسكي أيرلندي. ونفس الكلام في الذرة، هتبقى بيرة ذرة وهتتحول لويسكي. وكذلك القمح هيبقى بيرة قمح ومنها فودكا وويسكي. وزي ما بيحصل في الحبوب هيحصل نفس العملية في الخضروات والفاكهة. وأكيد أشهر فاكهة انتوا عارفينها هي العنب، لأنه بيتحول لنبيذ بعد كده بيكون كونياك. ولأن الثقافة بتتنقل انتقل مفهوم الخمرة من الصين لحد الإغريق، ومن الإغريق انتشر لأوروبا في جنوب إيطاليا وفرنسا لحد ما وصل لمون لاسو، ودي قرب باريس. والدليل على ده إنهم لاقوا إناء برونز كبير في القبر الواحدة من الكاهنات، ارتفاعه 164 سنتي وبيشيل لحد 260 لتر، وعليه زخارف إغريقية بيعود تاريخها ل 500 سنة قبل الميلاد. ومن كتر ما الإغريق حبوا الخمرة اخترعوا آلة للعصر بدل ما يدوسوا عليها برجلهم، وكان الاختراع عبارة عن لوح خشبي بيضغط على العنب. والرومان حولوا آلة الإغريق لمعصرة لولبية. وفي منتصف القرن ال18 قبل الميلاد حصل منافسة على أنواع الخمرة بين دول الإغريق على أفضل منتج فيهم. والعجيب إن جبل تستاسيو في روما وصل لارتفاعه 150 قدم، وسبب تشكله جرار الخمر عليه. وسبب انتشار الخمرة هي إن كل الناس بتشربها، وكمان في نفس الوقت رخيصة، وكل ده من خيرة الأرض. بس فضول الإنسان إنه يكتشف دفعته لتحويل زرعة القنب الحشيش. برغم ان القنب فوائده كتير، ده كفايه البذره بتاعته الغنيه بالاحماض الدهنيه زي حمض الاوميجا 3 والاوميجا 6، وكمان فيها الياف بتدعم الجهاز الهضمي. وبالنسبه لصحه الجسم ووظائفه فالبذره فيها مغنيسيوم وكالسيوم وكمان زنك وغيرهم من المعادن. ولو استخلصنا زيت بذرة القنب فساعتها هنبقى ضمننا منتج للعناية بالبشرة، لأنه هيرطب البشرة الجافة ويهدي الالتهابات. بس إزاي نبتة مفيدة كده وفي نفس الوقت ممكن نستخلص منها الحشيش؟ هقولك السر فين. THC اختصار لتيرا هيدرو كامبينول، المسؤول عن التخدير. لكن ال THC مش موجود ولا في بذرة ولا في الأوراق الغير مثمرة، وبخلاف دول فهو موجود في النبتة. فالمارجوانا خليط من الأوراق مع الرؤوس المزهرة، والبانجو خليط من الأوراق مع الأزهار السيقان، والحشيش خليط من المادة الصمغية الموجودة على الأزهار. أما زيت الحشيش فهو خليط من النبتة كاملة مع شوية تسخين لكل ده علشان يتحول لسائل لزج. وطبعا نسبة ال THC بتختلف في كل نوع، وعلشان ندي كل حاجة حقها فمن حقك تعرف إيه أضرار القنب، وهي الإدمان، ودي حاجة أغلبنا عارفها. وكمان بينتج بطء في المشاعر والتصرفات، وممكن يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، وده بسبب إفراز الدوبامين المسؤول عن الشعور بالسعادة والرضا. وكل الأعراض بتكون نتيجتها ضعف للذاكرة والتركيز، وبالتالي هيحصل خلل في تحديد الزمن والمسافات. بس تفتكر القنب هيطلع زي زهرة الخشخاش؟ القصة بدأت في القرن ال19، واكتشف فريدريك في الحرب إن عملية البتر بتحصل من غير تخدير في أغلب الوقت، وده بسبب قلة المواد المخدرة. وساعتها زهرة الخشخاش كانت بتستخدم لعلاج أعراض زي الربو والحمى والغثيان. فقرر فريدريك إنه يركز على زهرة الخشخاش، وبالفعل سنة 1804 استخرج من الزهرة مادة شبه قلوية اللي هي الأفيون، واستخرج منها مادة مسؤولة عن تخفيف الألم والتهدئة. وفي سنة 1805 بعت نتيجة البحث لصحيفة، بس الصحيفة ما اهتمتش. مع ذلك في سنة 1817 لما تعب فريدريك من ضرسه قرر يجرب اختراعه على نفسه، ومن هنا سمى اختراعه المورفين الناتج من الأفيون، بعد ما جربه على ناس تعبانة متطوعة وكان بكمية معينة، وأطلق عليه اسم مورفين نسبة إلى آلة الأحلام عند الإغريق. في الحرب الأهلية الأمريكية استخدم المورفين بشكل كبير جدا، وده بهدف تخفيف الألم بعد عمليات بتر الأطراف، لحد ما بقى إدمان عند الجنود.
وبتطور الحال بقى المورفين متوفر في الصيدليات ومن غير روشتة أو حتى وصفة من الدكتور. تفتكر القصة تخلص على كده؟ لا لسه. في اختراع اخترعه العالم الإنجليزي الكيميائي ألدر رايت، وكان عبارة عن مادة هيروين المستخلصة من المورفين بهدف القضاء على إدمان المورفين والعلاج البرد والسعال. ومع الوقت ظهر إن الهيروين فيه خصائص الإدمان، وتم رسمياً منع إنتاجه وتجارته على الأراضي الأمريكية بموجب قانون مكافحة الهيروين سنة 1924. كل الاكتشافات دي بسبب زهرة الخشخاش المنوم، اللي مجرد ما تخدش الثمرة هتلاقي مادة لزجة خارجة منها عبارة عن قلويات اللي هي الأفيون، ومكوناته هم فينانسرين، وده المكون للمورفين والكودين والثايبانين. وتاني مكون في الأفيون هو الإيزوكينولينات، وبتتكون من البابافرين والتوسكاسين، والمكون ده مفهوش مادة مخدرة. ومادة الأفيون لوحدها من غير ما تتحول لمورفين أو هيروين بتأثر على النفس وبتخليه أصعب، ده غير حدوث غيبوبة وهبوط في القلب وتوقف الجهاز التنفسي. كل ده ممكن يحصل بسبب جرعة من 120 ل 250 مللي جرام هتخليك ما تقومش تاني من السرير، واسمها الجرعة القاتلة السريرية. كل ده من الأفيون، بس ما بالك بقى هيحصل إيه كأضرار جانبية للمورفين والهيروين؟ شاركني تحت في الكومنتات بخبرتك وقولي تفتكر ممكن تأثيرهم هيوصل لإيه؟ تسمح لي نرجع بالزمن لورا سنة 1880 وأعزمك على كوكاكولا؟ بس لو حسيت إنك عايز تشرب منها تاني فده طبيعي، لأن فيها نبتة الكوكا واللي بتستخلص من مادة الكوكايين. بس ما تقلقش، في سنة 1901 اتمنع إضافة نبتة الكوكا في الكوكاكولا، وسبب اكتشاف الكوكايين هو ألفريد نيمان بهدف استعماله كمخدر موضعي في جراحات العين والأنف، وإن الكوكايين بيأثر على الأوعية الدموية وبيخليها تضيق، فبالتالي هيقل النزيف. وبدأ في أواخر القرن ال19 ينتشر بوصفة من الدكتور لجميع الحالات العقلية والبدنية زي الإرهاق والإحباط والحد من إدمان الكحول والمورفين. ومن زمن الهنود الحمر المقيمين في جبال الإنديز ناحية أمريكا الجنوبية كانوا لما بيتعبوا أو بيجوعوا بيمضغوا ورقة الكوكا. ولو شفنا مين أكتر دولة بتزرع الكوكا هنلاقي مدينة بيرو في أمريكا الجنوبية، والمصنفة على أنها من أكبر دول منتجة للكوكايين في العالم بجانب كولومبيا وبوليفيا. فإنتاج البيرو سنة 2022 وصل ل 160 ألف طن سنوياً، وده بيحتاج 62 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فبالتالي بتروح لتجار مخدرات وبينتجوا 400 طن من الكوكايين سنوياً. الخطورة كمان في الغش في الكوكايين، لأن أي مادة زيادة بتدخل على الجسم وبيستقبلها، وفي حالة تنقية الكوكايين بيتم عن طريق إضافة بيكربونات الصوديوم على درجة 90 أو 194 فahrenheit، هينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وكربونات الصوديوم، واللي هيتفاعل مع الهيدروكلوريد الناتج عن جزيء الكوكايين، وساعتها الكوكايين هيتحول لصورة زيت قاعدي حر. وبيفضل الكوكايين في الجسم لمدة يومين ل90 يوم، والمدة دي بتعتمد على الكمية المتاخدة وكمان طريقة التعاطي، سواء كانت بالاستنشاق أو وضعه على اللثة، وده بيفضل أكتر في الجسم بعكس التدخين والحقن. وفي حالة تعاطي الكوكايين مع الكحول فده بيؤدي لوجوده في الجسم لفترات أطول. طب عارف ليه متعاطي الكوكايين ممكن ياخد مرة واتنين ورا بعض؟ كل ده بسبب الدوبامين اللي اتكلمنا عنه، وبعد 20 ل 40 دقيقة بيبدأ المتعاطي بالشعور بالإحباط ويقرر إنه ياخد جرعة تانية. بس من هنا هنبدأ نبعد واحدة واحدة عن إنتاج الأرض ويحل محله الإنتاج الكيميائي. في سنة 1893 حصلت تجربة على مكونات معينة واللي عاملها الكيميائي الياباني نافابوش نافي، لحد ما عدت السنين ووصلنا لسنة 1987 تم اكتشاف الأمفيتامين، وكان استعماله لعلاج احتقان الأنف والاكتئاب وكمان كمعزز للأداء الرياضي. والدليل على ده اعتراف لاعب التنس المشهور أندريه أجاسي في سيرته الذاتية إنه بياخد الأمفيتامين كذا مرة بسبب إطلاق هرمون زيادة إفراز الدوبامين، وده الهرمون المسؤول عن الحركة والنشاط في الجسم، مع تنشط هرمون الكاتيكولامينات الموجود فوق الغدة الدرقية، واللي بيسبب عند تعاطيه تسريع في رسائل المخ للجهاز العصبي، فيدخل المتعاطي في حالة نشاط والشعور الزائد بالسعادة. ومن ضمن أعراضه كتر الكلام وزيادة ضربات القلب وسرعة التنفس والصداع والجفاف. بس في مادة تانية مشتقة من الأمفيتامين وهي الميثاميفيتامين، ودي بتعمل على تنشيط الجهاز العصبي المركزي مع نشاط أقل في الجهاز العصبي المحيطي، وبالتالي زيادة أكبر في نشاط أجهزة القلب والأوعية الدموية، على عكس الأمفيتامين اللي بتنشط الجهاز العصبي المركزي بشكل غير مباشر، وده من خلال تنشيط إطلاق الكاتيكولامينات وتقليل تخزينها. وفي المقابل بيحفز الميثاميفيتامين والكاتيكولامين مباشرة، وسبب خطورته إن الناس بتستعمله كمخدر للتعاطي. والميثاميفيتامين هي الشابو أو الكريستال ميث،
وتأثيرها ممكن يوصل للقتل زي ما حصل في مصر في جريمة الإسماعيلية والدقهلية. وذكر دكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج الإدمان إن الشاب بدأ تصنيعه لمصر و90% منه مواد مضافة زي أسيتون وكحول وإلى آخره. المهم إنه مش أنفيتامين، والتأثير هنا أضراره بتكون أكبر ب 250 مرة من الشاب المهرب، لأن كده الجهاز العصبي للإنسان بيبدأ يتدمر ويفقد الوعي. بس ثانية لحظة كده، أنت سامعني كويس؟ بحب بس أطمن عليك من وقت للتاني يا خبير، لأنهم بدأوا يحطوا السم في العسل. فالمخدرات الرقمية اللي هي الديجيتال دراجز أو الدوزر عبارة عن تقنية قديمة اسمها النقر بالأذنين، اكتشفها العالم الألماني الفيزيائي هيزيش دوف سنة 1839، واستخدمت لأول مرة سنة 1970، وده كان لعلاج حالات الاكتئاب الممتنعين عن الدواء، وبتكون في حدود عدة ثواني أو جزء من الثانية مرة واحدة في اليوم. وآلية العمل بتاعتها هي فرق التردد، يعني مثلا اتعرضت الأذن اليمنى لتردد 320 هرتز واليسرى لموجة 315 هرتز، فبالتالي الدماغ هتعالج الموجتين على شكل إنتاج موجة 10 هرتز، وهي نفس الموجة اللي بتنتجها الدماغ في وقت الراحة والتأمل. وحسب المنظمة العربية للمعلومات والاتصالات، فالمخدرات الرقمية عبارة عن ذبذبات صوتية تتراوح أمواجها ما بين ألفا ثم ميتا ثم سيتا لحد ما نوصل لدلتا. ولو سمعت موسيقى لفترة طويلة فهتحس انك عايز تنام او النوم راح من عينيك او دوخ او راحة، كلها احاسيس متضاربة. فنستنتج من هنا انها بتأثر على الدماغ والذاكرة وهتسبب اكتئاب، ومفعولها زي المخدرات الملموسة. فكل ما تزود الفرق بين الترددات كل ما تبقى متخدر أكتر، واللي هيتضرر هو الجهاز العصبي مع زيادة التردد. وكمان وضح الخبير الاستشاري نيفين يونس المسؤول عن برنامج الدعم النفسي الاجتماعي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إن المخدرات الرقمية أداة لمحاربة الشعوب العربية من خلال أغاني مفخخة، وهدفهم تدمير الأمة عن طريق الثروة البشرية. ومن أخطر أنواع المخدرات الرقمية هي الأسطورة البلورية، وهي نوع من النغمات الهادئة اللي بتسبب هلوسة، وفي كمان موجات عالية، وهي نوع من نغمات صاخبة بتحفز جميع الخلايا الجسم والعقل. فدورك إنك تخلي بالك على نفسك وعلى اللي حواليك اللي في سن المراهقة، لأن هم اللي معرضين أكتر، لأن كل واحد بيحب يستكشف موسيقى جديدة غريبة. وفي حالة إنك لاحظت حد من معارفك منعزل في أوضة وقافل النور وبيسمع موسيقى فخلي بالك منه. وبس كده، أحب أقولك اصحى لا يغفلوك، واعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان تبقى مدينة الخبراء هي الإدمان والوعي الجديد.